سلام البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم في احوال جيده ان شاء الله. في هذا الفيديو بعد غياب طويل ومن بعد ما رجعت في الفيديو ديال عيد الميلاد الشعري، قررت انني مره يعني نحط لكم فيديو، لان بزاف ديال البنات كيسولوا علاش ما كتحطيش، علاش ما بقيتيش، علاش هادي. وانا قلت لكم يعني في الفيديو السابق شنو هو السبب اللي كيخليني ما كنحطش. ودابا البنات قلت معليش ماشي مشكل نشارك معكم هاد الصباح كيفاش دوزتو. كي كتشوفوا هانتوما راه بديت بالعجينه هي الاولى، ولكن ما عجنتهاش صراحه، عجنتها بالليل، درتها في العجانه ديال الملاوي وتشهيت الملاوي. قلت من الاحسن انني نديرهم ليله قبل ونحطهم في الثلاجه، والصباح نلقاهم واجدين. وكتشوفوا العجينه راه مازال بارده لان برد الحال. هاد الايامات طاحت الشتيوه الحمد لله على كل حال. داكشي علاش يعني العجينه ما طلقتهاش بكري، يعني ما نطش بكري باش نخليها حتى تطلق. ولكن ها نتوما كينشكلها كويرات، غنخليها واحد المده تطلق وغادي تولي مزيانه. هنا البنات راه كلشي عارف الملاوي كيفاش كنصايبوهم، يعني راه حتى حد ما خافيه عليه الملويه كيفاش غيدورها ولا كيفاش غادي يديرها مربعه ولا ملويه ولا المهم كلها والذوق ديالو. يعني درتهم غير مربعين، زربت عليهم غير مربعين. مع مشى الحال تقريبا راه شي 10 ومازال ما فطرتش. وجاتني يعني غير القانه على الملاوي هذا النهار، وقلت علاش لا ما نصايبهمش. كي كتشوفوا راني درتهم غير في درتهم في هذه ديال المقلاة الكهربائيه اللي بزاف الناس خداوها وما عرفتش يعني كلها. والرأي ديالو فيها يعني انا نعطي الرأي ديالي. بالنسبه ليا هي اول حاجه كتعطل، هذه اللي عندي انا كتعطل شويه في الطياب، يعني ما كطيبش. واخا كتسخن مزيان يعني كتعطل شويه في الطياب، ولكن واخا هكا كتخرج الملاوي مقرمشين زوينين. وكاينين الناس اللي كيقولوا بلي كاينه اللي كطيب ليهم دغيا وكتطفى، يعني كيكونوا كيطيبوا بها وكتطفى عليهم ما كيردوا لهاش البال انها مطفيه، الملاوي بحال كيتعطلوا ليهم كلها. وشنو كاين عاوتاني اللي ما صدقات ليهمش، وكاين اللي عجباتهم وكاين اللي ما عجباتهمش. المهم انا الراي ديالي انها بالنسبه لي هذه هي عمليه في واحد الناحيه انها كتهز لك بزاف كي كتشوفوا. وعرفتي واحد القرمشه، ما نقول لكمش هي القرمشه كاينه في الملاوي ماشي ما كايناش، ولكن بالنسبه لي انا يعني كنفضل المقله العاديه. ما عرفتش علاش، ولكن هي يعني كتهز لك ربعه هكا. بحال دابا هذه انا عندي كتهز ربعه حيت كبيره بزاف، كتهز ربعه وهي زوينه بالاخص. انا عجباتني منين كنكون كنشوي شي حاجه، يعني ممكن تحطها فوق الطبله وكتبقى يعني كتخلي لك الحاجه سخونه حداك. كي كتشوفوا هما المريويات اللي وجدت للفطور والله الا تيجاو غزالين بدا فيهم شادي. كنشكر راسي. المهم غير تشهيت الملاوي على الصباح وما بغيتش ناخذهم، قلت من الاحسن انني نصايبهم وما غناكلش هاد الكميه دي كامله، بالعكس راه غير وحيده ولا جوج اللي غيتكالوا. اللي بقى غادي نديرو في الثلاجه وبقى نسخنو. كتشوفوا ما كاين ما احسن من الحاجه ديال الدار، كنرجعوا نديروا الحاجه ديال الدار هي اللي احسن. كي قلت لكم هاد المقله هي زوينه فين كتكوني كتشوي شي حاجه تحطيها في وسط الطبله كتجي غزاله الصراحه، يعني كتبقى لك الماكله سخونه. هنا البنات من بعد ما وجدت الفطور قلت غنشارك معكم يعني واحد الطريقه كيفاش كنقلي الدنجال والبطاطا. راكم عارفين دابا مع الصيف والواحد كيبغي هادشي ديال الحاجات القلي بزاف، يعني كتحسي بها انها خفيفه. وقلت علاش لا، يعني دايره نشارك معكم هاد الطريقه اللي هي سهله وبسيطه، ما فيها حتى شي تعقيدات. هنا الا عندك فينو ولا سميده رقيقه اللي بغيتي، ولا الطحين كيبقى لك الاختيار. كنديروا شويه البزار، شويه ديال الفلفله حمراء والمليحه وشويه ديال الزعتر الا بغيتي، ما بغيتيش ما كديريش. وهذا وشويه ديال الكمون. انتم البنات انا درت شويه ديال الزعتر، ما بغيتوش ما ديروش كيبقى اختياري صافي. وكنبقى نحرك داكشي حتى يتخلط مزيان، يعني المكونات كيتخلطوا مزيان مع داك مع الفينو. انا استعملت هنا الفينو، وكيبقى لكم نتوما الاختيار على حسب الذوق اللي بغيتو. وهنا واحد البيضه كنضربها مزيان صافي، ونبقى نحط فيها الدنجال. هنا البنات راه حطيت شويه ديال الكبده وداكشي خليتهم مشرمل اللي هو غادي نديرو من بعد. يعني انا ملي بغيت نشارك معكم الاساسي في هذا الفيديو هو الدنجال والبطاطا فريس، كيفاش انكم ديروهم كيبقاو ما شاربينش الزيت وفي نفس الوقت كيجي المذاق ديالهم زوين. كنشد هذاك الدنجاله وكنديرها نغطسها في البيض مزيان في البيض، ومن بعد ندوز عليها هذاك سميتو
فينو. ولا اللي بغيتو الشابلي حتى هو كيجي زوين، يعني كيبقى لكم الاختيار على حسب نتوما الذوق ديالكم. غير هاد الطريقه هذه كتخلي الدنجال ما كيشربش الزيت نهائيا. بالنسبه للناس اللي كيتشكاو من الزيت ما تيقدروش على الزيوت بزاف وداكشي راكم عارفين، لان هاد الوقت الانسان كلشي كيتشكى من الاكل اللي كيكون ماشي صحي. هنا البنات البطاطا هي هذه قطعتها طريفات، وهنا شويه ديال الطحين خلطته مع المليحه. هذه هي الطريقه اللي كندير باش ما كتشربليش الزيت. صافي هنا البنات شويه ديال الطحين مع مليحه، نقدر اللي بغيتو نتوما على حسب من البطاطا شحال عندكم ديال البطاطا. هنا البنات بغا نخلط، تجيبي ضروري شي شبيكه، من الاحسن تكون شي شبكه ومنين انت تحطي عليها الطحين تبقاي تخلطي مزيان باش يدخلها الطحين. وهي البطاطا من الاحسن تكون شويه ناشفه من الماء باش ملي كتحطي عليها الطحين ما كيجيش داكشي مركز عليها. راكم عارفين كتبقى كيتجي الا فزق عليها الطحين ما كتجيش مزيانه، كتبقى تلصق. من الاحسن حتى تكون ناشفه شويه من الماء، عاد كديروا الطحين. هنا الطحين البنات راه يعني سطح العمل راه نقي قبل ما نخدم فيه، كنجمعو على جنب، من بعد نجمعو على جنب. هنا البنات عاوتاني كنزيد الطحين شويه بشويه حتى كنحس بها صافي لبسات داك الطحين، يعني تخليها الطحين مزيان. صافي البنات انا ما بغيتش انا زربت عليكم الفيديو انتم كي كتشوفوا راني كنتقل دغيا من مرحله لمرحله، غير باش ما نزربش عليكم الفيديو ما يجيكمش الفيديو طويل وممل. هنا البنات هو الدنجال كيتقلى، غير هو كيتعطل حتى هو شويه في الطياب. راكم عارفين ملي كيكون البيض وكيكون هذاك شويه كيجي معطل، ولكن معليش ماشي مشكل. آه صافي ما كتجهديش عليه البوطه بزاف باش ما يتخطفليكش. وهنا البطاطا البنات ملي تبغيو تحطوا البطاطا كتحطوا وحده بوحده من الاحسن باش ما تلصق ليكمش، وصافي غير باش ما تلصق ليكمش مع بعضياتها. كتجي حبه مفروزه على حبه، كتخليهم البنات هكا ما تقيسوهاش، يعني منين تخليوها كطيب ماشي تبقاي تقلبي فيها، لا غير خليها ودابا تشد راسها مزيان. غير حطي وحده مفرزه على الاخرى وما تحطوش الكميه كثيره الا كان عندكم يعني الاناء شويه صغير، غير باش تجيكم مزيانه وصافي وتدخلها الطياب مزيان. كتشوفوا راه هي ساهله وكتجي بنينه بزاف وكتجي حتى خفيفه، ماشي ثقيله ولا عامره بالزيوتات. منين غادي تحطيها كتحيديها كتنشفيها من الزيت كتحسي بها انها ناشفه من الزيت، ما فيهاش الزيت بزاف نهائيا. صافي البنات هنا كيبقى الدنجان نقلبو نشوف واش عرفتي واحد الطبقه مقرمشه كتكون من الفوق، ما نقول لكمش يعني راه باين انه ما شربش الزيت. والزيت الكميه ديال الزيت اللي انا حطيت هي اللي بقات، يعني ما زدت عليها حتى شي حاجه. كي كتشوفوها نتوما الدنجال كيبان لكم في الاول الكميه ديال الزيت كي بقات، يعني ما كيشربش نهائيا الزيت. وكيجي حتى المذاق ديالو مختلف شويه على الدنجال العادي اللي كنقليو. صراحه كيجي شويه المذاق ديالو مختلف، ما عرفتش شنو السبب، يمكن حيت البيض حيت يمكن، ولكن حتى هو المذاق ديالو زوين يعني ماشي. وبالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الزيت بزاف، يعني هاد الطريقه بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش الزيت بزاف. راكم عارفين الدنجال منين كنقليوه راه كيهز الزيت وكيبقى مهم راه باين يعني كيعانيو الناس من هاد الزيت اللي كيشرب الدنجال بزاف. صافي بقى نقلبوا البنات تيدخلوا الطياب مزيان ومن بعد نحيدوه. هنا البنات البطاطا نتوما كي كتشوفوا راه ما حركتهاش. شنو كندير كنحرك غير المقلاها كنحركها غير بيدي، غير بيدي، غير من اليد ديالها كنبدا بحال غير كندي ونجيب هكا صافي. وهي راه كطيب طيبه وحده ما تحتاجيش انك تحركيها بزاف. صافي البنات انا وريتكم يعني غير داكشي اللي طيبت، مازال عندي البطاطا في الشبكه كي كتشوفوا راه مازال الكميه كثيره. انا ما بغيتش نطول الفيديو، بغيت المهم غير نصور معكم دغيا باش نكمل. عرفتي كتجي غزاله بزاف هانتوما. راه في الكاميرا ما كيبانش حقها صراحه، كتبان بحال ما طيباش مزيان، ولكن هي راه طايبه مزيان يعني طيبه زوينه. وكي كتشوفوا عرفتي ناشفه راه ما فيهاش الزيت من الداخل. والدنجال هو هذا حتى هو كيجي غزال. ديجا انا راه درت لكم بحال نفس الوصفه في السردين الى والدنجال حتى هو راني قليته بهذه الطريقه، ولكن ماشي هكا درتو دي طرونش كبارين هكايا ماشي دوائر. كي قلت لكم صراحه زوين بزاف، يعني جربوا هذه الطريقه غادي تهنيكم حتى من الوليدات ما ياكلوش ليدام بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وجربوا هذه الطريقه. يعني كي قلت لكم دابا راه الصيف داخل وواحد كيبغي شي حاجه اللي هي خفيفه في الطبله. كنتمنى البنات الوصفه ديال اليوم تعجبكم، ونتمنى تدعموني باللايك ديالكم وتعاليق اللي هي زوينه.
باش نزيد نصور لكم فيديوهات أخرى. خليتكم على خير، حتى الفيديو آخر إن شاء الله.